الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي طلاب المرحلة الإعدادية. معادنا النهاردة مع درس وحدة شعب، درس في تاريخ الصف الأول الإعدادي، وهو أولى دروس التاريخ في الصف الأول الإعدادي. بس قبل ما أشرح الدرس زي ما كلكم متعودين معايا إن في بعض المصطلحات لازم نشرحها مع بعض قبل ما نشرح الدرس علشان نفهم بعد كده المنهج هيمشي ازاي. فهنبدأ دلوقتي في شرح بعض المصطلحات التاريخية زي ما شرحنا المصطلحات الجغرافية في درس الجغرافيا اللي فات. هنبتدي بكلمة عصر فرعوني. يعني ايه عصر فرعوني؟ العصر الفرعوني هو الفترة الزمنية التي ضمت حكم الأسرات الفرعونية، وهذه الفترة التي ضمت حكم 30 أسرة فرعونية. يعني ايه كلمة أسرة فرعونية بقى؟ يعني كلمة الأسرة الفرعونية تعني أو تطلق على فترة حكم عدد من الحكام الذين ينتمون لنفس العائلة. كلمة عهد تطلق على الفترة التي حكم الفترة الخاصة بالحاكم الواحد الذي حكم الدولة. كلمة قرن، القرن هو ما يعرف بالمئة عام، أما العهد فهو ما يعرف بالعشر أعوام. يعني إيه قبل الميلاد؟ كتير مننا لما بنقرأ التاريخ الفرعوني بنشوف كلمة قاف ميم، يعني سنة 3200 قاف ميم، 1200 قاف ميم، 1100 قاف ميم. إيه مختصر أو إيه الدلالة على كلمة قاف ميم؟ قاف ميم هي كلمة قبل الميلاد، وتطلق على تاريخ أو على العصور التاريخية التي كانت قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وبيكون التاريخ في الوقت ده تنازلي، يعني مثلا احنا في سنة 2023، السنة التالية بتبقى 22 21 20 وهكذا، خلاف العصر اللي احنا فيه وهو ما يسمى بعصر بعد الميلاد، وهو العصر الذي أتى بعد أو التاريخ الذي أتى بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، والسنوات فيه بتكون تصاعدية زي السنوات اللي احنا فيها دلوقتي. يعني مثلا احنا في سنة 2023 هتبقى 2024 25 26. يعني ايه كلمة حضارة؟ كلمة حضارة هو كل ما انتجه عقل الانسان سواء ماديا او فكريا او معنويا. يعني ايه عصور ما قبل التاريخ؟ عصور ما قبل التاريخ هو معنى ان عصور ما قبل معرفة الانسان للكتابة، وهذه العصور تمتد من منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام وانزله الى الارض حتى عام 3350 قبل الميلاد. يعني ايه عصر بناة الاهرامات؟ عصر بناة الاهرامات اطلق على عصور الدولة القديمة، وبالتحديدا الأسرة الرابعة الذين بنوا الكثير من الأهرامات، ولكن أشهرها أهرامات الجيزة وهو رمخوفو وخفرع ومنكورة. يعني إيه عصر الإضمحلال؟ عصر الإضمحلال هو حالة من الضعف تسود بعض الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف ملوكها. يعني ايه قناة زيزوستريس؟ هي تعتبر أول ممر مائي. تعتبر قناة زيزوستريس أول ممر مائي صنعه الإنسان الفرعوني ليصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، حاجة كده زي قناة السويس دلوقتي. يعني ايه امبراطورية؟ امبراطورية هي دولة كبيرة مترامية الأطراف تسيطر على أراضي وشعوب ودول عديدة بفضل قوتها العسكرية وقوتها الاقتصادية. يعني ايه كلمة غزو؟ كلمة غزو هو السير إلى قتال الآخرين وسلب ديارهم وأراضيهم. نيجي بعد كده لكلمة أسطول بحري. يعني ايه أسطول بحري؟ أسطول بحري هو مجموعة كبيرة من السفن التي تستخدم في الحروب أو في التجارة. يعني إيه كلمة معاهدة؟ معاهدة هي اتفاق بين دولتين كبيرتين لتنظيم العلاقات بينهم. يعني إيه منظمة اليونسكو؟ منظمة اليونسكو دي هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن التربية والثقافة والعلوم. يعني إيه العصر المتأخر؟ العصر المتأخر هو
أطلق على الفترة التي عقبت سقوط الدولة الحديثة، حيث ساد البلاد حالة من الضعف عرضتها للأطماع الخارجية وخضوعها للنفوذ الأجنبي. وكانت نتيجة العصر المتأخر هو سقوط الدولة الفرعونية على يد الدولة الرومانية. يعني ايه كلمة حياة سياسية؟ كلمة حياة سياسية هي نظام الحكم والسلطات المختلفة الموجودة في المجتمع لإدارة شؤونه، والعلاقة التي تربط بين الحكام وأفراد أفراد هذا المجتمع. يعني ايه الحياة الدينية عند المصريين؟ تمتعت الحياة الدينية أو كانت الحياة الدينية عند المصريين القدماء يوجد بها الكثير من الآلهة والمعابد. وده طبعا ما ينسيناش انه اولا واخيرا لا يوجد اله غير الله سبحانه وتعالى، ولكن دي كانت حاجة في معتقداتهم عشان هم ما كانش لسه نزل لهم رسالة من السماء، حتى وظلوا هكذا حتى جاءت الرسالة على يد سيدنا يوسف عليه السلام، والذي أرسل إلى بلاد مصر واستطاع أن يحقق الوحدة الدينية وتوحيد الإله، واستطاع أن يقنعهم برسالته ويدخلهم في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، يعني إيه كلمة بعث؟ البعث هو العودة للحياة بعد الموت. طبعا المصريين القدماء برغم انهم ما كانش ليهم ديانة او ما كانش ليهم اله موحد، الا انهم كانوا بيؤمنوا ايمانا شديدا بالبعث بعد الموت. يعني ايه حياة الخلود؟ حياة الخلود هي الحياة بلا موت. يعني ايه كلمة التوحيد؟ التوحيد هو عبادة الله الواحد الأحد، زي ما كلنا بنشهد دلوقتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ايه الحياة الاقتصادية عند المصريين القدماء؟ الحياة الاقتصادية مش عند المصريين القدماء بس، بصراحة هي مستمرة معانا لغاية دلوقتي. والحياة الاقتصادية بتبقى عبارة عن زراعة، صناعة، تجارة، والتلاتة قايمين على بعض. يعني الصناعة قايمة على الزراعة والتجارة قايمة على الصناعة. يعني ايه فصول زراعية؟ قسم الفرعونيون او المصريون القدماء السنة الى 3 اقسام زراعية، وهي فصل الفيضان وفصل البذر وفصل الحصاد. يعني ايه كلمة صناعة؟ كلمة صناعة هي تحويل المادة الخام من صورتها الى صورة اخرى. يعني ايه كلمة تجارة داخلية؟ تجارة داخلية هي حركة البيع والشراء التي كانت تتم بين القرى والمدن داخل حدود الدولة الواحدة. يعني ايه كلمة تجارة خارجية؟ التجارة الخارجية هي حركة البيع والشراء التي تتم بين الكثير من الدول. يعني ايه كلمة مقايضة؟ كلمة مقايضة هي مبادلة سلعة بسلعة أخرى. طبعا كلنا عارفين ان زمان ما كانش في حاجة اسمها فلوس او ما كانش في حاجة اسمها عملة، فاضطر الناس لنظام المقايضة. مثلا انا عندي رز وانت عندك طماطم، انا عايز طماطم وانت عايز رز، فكانت بتتم عملية المقايضة من خلال الطريقة دي. كده انا خلصت المصطلحات التاريخية اللي هتيجي معانا وهتقابلنا طوال الفصل الدراسي للصف الاول الاعدادي. هنخش ان شاء الله على شرح درس وحدة شعب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ شرح الدرس الأول. قبل ما نشرح الدرس هنشوف الإنسان كان عايش إزاي قبل اكتشاف الكتابة، أي قبل عصور ما قبل التاريخ. عصور ما قبل التاريخ بتنقسم إلى العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الحديث، والعصر النحاسي، وعصر ما قبل الأسرات. كل العصور دي طبعا مش هيبقى ليها تواريخ مترقمة، عشان الإنسان ما كانش طبعا يقدر إن هو يكتب تواريخ أو يكتب خلاف تواريخ، لأنه ما كانش لسه توصل إلى الكتاب. هنتكلم أولا عن العصر الحجري القديم. عاش الإنسان في العصر الحجري القديم حياة التنقل بين الهضاب.
ليه عاش الإنسان المصري القديم في العصر الحجري القديم فوق الهضاب؟ أو ممكن يجي لنا سؤال كده بالعربي: بما تفسر معيشة المصري القديم حياة التنقل فوق الهضاب؟ هنقول له ايه بقى احنا ساعتها؟ هنقول له عاش فوق الهضاب من اجل جمع البذور من فوق الاشجار والنباتات وصيد الحيوانات والطيور، من اجل سكن الكهوف، من اجل صنع ادواته من الحجاره واستخدامها في الصيد، من اجل اكتشاف النار واستخدامها في طهي الطعام. يبقى تاني، ليه الانسان في العصر الحجري القديم عاش فوق الهضاب؟ على طول نقول من اجل جمع البذور والثمار من الاشجار والنباتات وصيد الحيوانات والطيور وسكن الكهوف وصنع ادواته من الحجاره واستخدامها في الصيد، واخيرا اكتشاف النار واستخدامها في طهي الطعام. نيجي بعد كده للعصر الحجري الحديث. ترك المصري القديم حياة الهضاب في العصر الحجري الحديث. ليه؟ يعني برضو سؤال نقيض السؤال الأول. هنقول بما تفسر ترك المصري القديم حياة الهضاب في العصر الحجري الحديث. هنقول له بسبب حلول الجفاف، الأمطار بدأت تقل فحصل الجفاف في المية، فنزل الإنسان المصري القديم إلى الأرض، من فوق الهضاب إلى الأرض حتى يبحث عن الماء. نزل إلى وادي النيل. هنقول له إيه ده؟ هنقول له نزل المصري القديم من الهضاب بسبب حلول الجفاف، بسبب قلة الأمطار وبحثا عن الماء، ونزل إلى وادي النيل. في وادي النيل بقى لقى إيه؟ لقى الماء، فعرف إيه؟ عرف الزراعة، تمام؟ فأنتج الحبوب مثل القمح والشعير والكتان. دي أول نقطة وصل لها الإنسان في العصر الحجري الحديث. يبقى نزل ليه من فوق الهضاب؟ نزل بسبب إن مفيش مية أو بسبب الجفاف وبسبب قلة الأمطار وبحثا عن الماء. طب عمل إيه لما نزل؟ نزل على وادي النيل. اكتشف إيه لما نزل على وادي النيل؟ اكتشف الزراعة وقدر إن هو يزرع الحبوب زي القمح والشعير والكتان. طيب عمل إيه تاني؟ اهتم بتربية الماشية والأغنام والماعز، وعاش حياة مستقرة بدلا من حياة التنقل والترحال. نتج عن كده ايه؟ نتج عن كده ايه؟ نتج عن كده ايه؟ اللي هو الاستقرار. بدأ يبني المساكن، بدأ يبني الأكواخ، بالتجمعات دي بدأت تظهر القرى. دخل في صناعة الأواني الفخارية والنسيج والملابس من الكتان اللي كان بيزرعه، وأقام المقابر لدفن الموتى. يبقى هنقول تاني ايه السبب اللي نزل الإنسان من فوق الهضاب في العصر الحجري الحديث؟ نزل بسبب ان الأمطار قلت، ونزل بحثا عن الماء وبحثا عن الاستقرار. طب نتج عن ايه كده بقى؟ نتج ان هو نزل عن وادي النيل، فبدأ لقى المية، فبدأ يشتغل واشتغل على نفسه وبدأ يزرع، وبدأ يلم محصول، وبدأ بزراعة القمح والشعير والكتان. طيب بدأ يعمل ايه بعد كده؟ بدأ يبني أكواخ بدل الكهوف اللي هو كان عايش فيها. بدأ يبني كوخ جنب كوخ جنب كوخ، بدأ يعمل قرى، بدأ يبقى في استقرار. الاستقرار ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى اكتشافه للصناعة، واكتشف صناعة النسيج من خلال بذور الكتان، وقدر إن هو يعمل ملابس لنفسه تستره من البرد والأمطار في حالة فصل الفيضان. وعمل حاجة أخيرة، أقام المقابر لدفن الموتى. دي كانت حياة الإنسان في العصر الحجري الحديث. نيجي لآخر عصر
في العصور الحجرية، وهو العصر النحاسي، واللي قدر فيه الإنسان يستخدم المعادن. عاش المصري القديم حياة أكثر استقرارا بعد طبعا ما نزل من الهضاب واستقر في وادي النيل، واكتشف الزراعة واكتشف الصناعة، وبدأ أن هو يبني مقابر لموتاه. فاستقر حول وادي النيل، وتمكن من السير بخطى نحو التطوير الحضاري. بدأ الإنسان المصري القديم يطور من نفسه، حيث بنى بدل ما يبني كوخ من قش القمح، بدأ يبني بيوت من الطوب اللبن اللي هو الطوب الطينة مثلا، وفرشوا عمل حصير من الكتان، وفرش البيوت دي بالحصير، وعمل زي نظام سرير مرتفع كده بالخشب، وعمل وسائد من جلود الحيوانات، او عمل مخدات بقى من جلود الحيوانات علشان يقدر مثلا ينام عليها. وكذلك اكتشف الإنسان في هذا العصر النحاس، اكتشف النحاس في شبه جزيرة سيناء، وبدأ ان هو يصنع ادواته من المعادن والحجارة والخشب والعاج. ثم ظهرت بعد ذلك العبادات مثل تقديس بعض الحيوانات. يبقى من خلال كده بنكتشف ان العصر النحاسي هو عصر بداية تطور فكر الانسان المصري القديم، لما اكتشف المعادن وبدأ يطور من نفسه بعد نزوله الى وادي النيل واستقر. فبدأ ان هو يبني، يطور من بنى بيته، بدل ما يبني بقش القمح لا بنى من الطوب الطين، وبعد ما بنى من الطوب الطين بدأ قش الكتان يعمل منه حصير، وبدأ بعد كده يكتشف غابات يكتشف الأشجار، فبدأ يقطع الخشب بتاع الأشجار ويعمل منه سرير، وبدأ كمان ياخد جلد الحيوانات المذبوحة ويعمل منه مخدة أو مسند لهذه الأسرة. وكمان نجح من خلال العصر النحاسي ان هو يكتشف خام النحاس في شبه جزيرة سيناء، ثم صنع ادواته بقى من المعادن والحجارة والخشب ونبات العاج. واخيرا ظهر او ادركوا فكره الى فكرة العبادة وتقديس بعض الحيوانات. دي كانت نبذة مختصرة عن الإنسان المصري القديم ومعيشته قبل ظهور الكتاب. نيجي لعصر ما قبل الأسرات. مر تحقيق الوحدة السياسية في مصر قديما بعدة مراحل. أولا القرى نشأت، ثم بعد نشأة القرى ظهرت المدن، ثم نشأت الأقاليم المستقلة، ثم تحققت الوحدة الأولى. بمعنى هبسطها لكم على حاجة بسيطة زي دلوقتي، النظام ده زي مثلا نظام احنا دلوقتي في قرية، القرية تتبع مركز، المركز يتبع محافظة، المحافظة تتبع دولة. هما مشيوا على النظام اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي. يعني نشأت القرى زي القرى في عموم مصر، بعد كده ظهرت المدن اللي احنا دلوقتي بنسميها مراكز، ثم بعد كده نشأت الأقاليم المستقلة اللي احنا دلوقتي بنسميها محافظات، ثم تحققت الوحدة الأولى. تكوين الدولة نفسها بقى ظهر أخيرا بعد ظهور الثلاث حاجات دول. وطبعا ده ما كانش وليد بين يوم وليلة، ده خد سنين طويلة جدا لغاية ما قدروا ان هم في الآخر يعملوا دولة مستقلة. هنيجي نشرح الأول نشأة القرى. ازاي القرى دي نشأت؟ بعد نزول المصري القديم ليعيش بجوار النيل بعد حدوث الجفاف فوق الهضاب، تعلم الزراعة والاستقرار وشاهد الأكواخ، وبعد الأكواخ بنى البيوت اللي هي بالطوب اللبن، وبجوار الأراضي اللي زرعها عشان يكون جنب الزراعة وجنب النبتة يعرف يتابعها. ومع تعدد البيوت، وطبعا زي ما قلت لكم البيوت بقى بنى بيوت جنب بعضها، وبنى شوارع، وبنى قرى، وكانت كل قرية بيميزها معبود خاص بيها. ونتيجة نشأة القرى واتساعها وكثر سكانها نشأ ما يسمى بالمدن. تمام؟ يبقى نشأة القرى جت من خلال ايه؟ من خلال نزول المصري القديم لأرض
النيل بعد حدوث الجفاف فوق الهضاب، وقدر ان هو ينمي نفسه من بناء الاكواخ. بدأ يبني بيوت من الطين، بنى بيوت جنب بعضها عملت شوارع، بنى شوارع جنب بعضها عملت قرى، والقرى بعد كده كبرت واتسعت وزاد سكانها فتحولت إلى عدة قرى تتبع المدينة. نيجي للمدينة. المدينة كانت ترعى مصالحها عن طريق حاكم يتم اختياره من بينهم، حيث شعر السكان بوجود نظام يمشون عليه. يعني زي دلوقتي كده احنا مثلا في القرى بنختار عمدة. يعني خلينا نتكلم نظام مبسط عن القرى، ما نتكلمش في الدول دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم في القرى، كل قرية او كل مدينة اختارت لها عمدة او حاكم علشان يقدر ينظم لهم دنيتهم ويعمل لهم نظام يقدروا يمشوا عليه ومحدش يخرج بره النظام ده. اهو بيقول لك ايه هنا، بيقول لك نظام المدينة بني على وجود حاكم يرعى مصالح أهل هذه المدينة، وكان بيتم اختياره من بينهم، حيث شعر السكان بحاجتهم إلى نظام حتى يوصلوا لإيه بقى؟ حتى يوصلوا إلى الحفاظ على حقوقهم ومعرفة واجباتهم وتحديد التعامل مع المدن الأخرى. طب كل مدينة كان ليها سور بيحميها من الأخطار الخارجية، كمان كان ليها معبود خاص بيها، وكمان كانت بتعمل إشراف على ما يجاورها من القرى. زي ما قلت لكم كانت كل مجموعة من القرى تتبع نظام مدينة أو ما نسميه الآن مركز. ده عن نظام المدينة. نيجي بعد كده لتكوين الإقليم، اللي هو ما اللي احنا بنسميه دلوقتي محافظة. الإقليم اتكون ازاي؟ أولا الإقليم كان لازم يبقى له حاكم يرعى شؤونه، وكان لازم يبقى له عاصمة خاصة به، وكان لازم يبقى له جيش يحميه. حاجة كده زي دولة مصغرة، وكانت دماغهم لسه ما جابتهمش إن هم يعملوا دولة كبيرة. يعني الإقليم ده كان حاجة زي دولة مصغرة، كان لازم يبقى له حاكم يرعى شؤونه، وكان لازم يبقى له عاصمة خاصة بيه، وكان لازم يبقى له جيش يحميه، وبرضه كان لازم يبقى له معبود له شعار، سواء طير سواء حيوان سواء نبات. ده أهم ما يميز الإقليم. طيب نيجي نتعرف بقى على الإقليم. بيقول لك تمكن أحد حكام أقاليم الوجه البحري من توحيد كل أقاليم الدلتا في مملكة واحدة، ورفض باسم مملكة الشمال. يعني جه الحاكم ده أحد حكام الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، اللي هو كان بيبتدي من محافظة الجيزة دلوقتي لغاية مثلا البحيرة، لأن في الوقت ده ما كانش فيه محافظة الإسكندرية. تمام؟ جه الحاكم ده قدر إن هو يوحد من أول محافظة الجيزة لغاية محافظة البحيرة تحت قيادته، وبقت مملكة واحدة تسمى مملكة الشمال. ثم اتسعت هذه المملكة فشملت مصر كلها. يعني خلاص هو كده بقى بسط ايده على مصر كلها، يعني فضل يكون وحدات وفضل يحط ايده على قرية، على اقليم ثم اقليم ثم اقليم ثم اقليم، حتى استطاع ان يضع يده على كافة البلاد. وده حصل سنة 4242 قبل الميلاد. يبقى أول وحدة كانت وحدة مملكة الشمال عام 4242 قبل الميلاد. وتم اختيار مدينة أون اللي هي موقعها دلوقتي هليوبلس، اللي هو بمعنى صريح عين شمس. عاصمة دي اختاروها عاصمة للبلاد. ولكن سرعان ما فشلت الوحدة دي، خلاص الوحدة دي فشلت، قامت حاجة ضد الحاكم أطاحت به وفشلت هذه الوحدة. ونتيجة انقسام هذه الوحدة انقسمت البلاد إلى قسمين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، اللي هنشرحهم مع بعض دلوقتي. اهو
ركزوا معايا كده، ادي مملكة الشمال اهي، وادي مملكة الجنوب، وادي خريطة البلاد قبل التوحيد. هنيجي نقارن بين المملكتين، هيجي سؤال كده في الامتحان يقول لك قارن بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب. هنقارن بينهم من حيث الموقع. هنيجي نقول قامت مملكة الشمال في الوجه البحري، بينما قامت مملكة الجنوب في الوجه القبلي. طيب العاصمة في الشمال كانت مدينة بوتو، اللي هي مركزها دلوقتي مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. طيب عاصمة مملكة الجنوب فين؟ عاصمة مملكة الجنوب هي مدينة نخل أو الكاب حاليا، دي مدينة شمال مدينة إدفو بمحافظة أسوان. طيب لون التاج هنا في مملكة الشمال كان لونه أحمر، أما في مملكة الجنوب فكان لونه أبيض. شعار مملكة الشمال كان نبات البردي، وشعار مملكة الجنوب كانت زهرة اللوتس. أما عن المعبود أو الشعار بتاع، لا خلينا بقى في كلمة معبود، أما عن معبود مملكة الشمال فكان ثعبان الكبرى، وأما عن معبود مملكة الجنوب فكان أنثى النسر. وظلت البلاد هكذا متقسمة إلى مملكتين متحاربتين حتى ظهر في مدينة طيبة اللي هو موقعها الأقصر حاليا حاكم يدعى نارمر أو فيما يعرف بيننا بالملك مينا موحد القطرين. ده الملك ده اتجه نحو توحيد البلاد، ومن هنا بدأ عصر جديد وهو العصر العتيق. كده يبقى احنا شرحنا العصر ما قبل الأسراء، عصر ما قبل الكتابة اللي هو العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الحديث، والعصر النحاسي، وعرفنا ان ازاي ان الانسان قدر يطور بنفسه لغاية ما نزل عند نهر النيل، وقدر ان هو يكتشف الزراعة ومن ثم الصناعة، وقدر ان هو يضع اول اساس لدولة نظامية يحكمها القانون ويحكمها النظام. وعرفنا كمان الملك اللي ظهر في الشمال سنة 2442 وقدر ان هو يوحد البلاد، ولكن سرعان ما تلافت هذه الوحدة وانقسمت البلاد الى قسمين، مملكة شمالية ومملكة جنوبية. وشرحنا وعرفنا العاصمة هنا والعاصمة هنا والشعار هنا والشعار هنا، وعملنا مقارنة بسيطة ما بينهم إلى أن ظهر الملك نارمر أو الملك مينا موحد القطرين في بلاد طيبة اللي هي مكانها الأقصر دلوقتي، وقدر إن هو يوحد البلاد مرة أخرى، وظهور ما يعرف بالعصر العتيق. شمل العصر العتيق الأسرتين الأولى والثانية. مؤسس الدولة الأولى هو بالتأكيد الملك مينا موحد القطرين. إيه هو أعمال الملك مينا أو أهم أعمال الملك مينا؟ أهم أعمال الملك مينا هو الانتصار على مملكة الشمال وتوحيد بلاد وأراضي مصر إلى الشمالية والجنوبية عام 3200 قبل الميلاد. عمل ايه بقى مينا؟ لغى العاصمة الشمالية ولغى العاصمة الجنوبية وبنى عاصمة جديدة في مكان وسط، وهي مدينة منف أو فيما يسمى الميناء الجميل أو فيما يسمى قلعة الجدار الأبيض. والمدينة دي مقرها دلوقتي قرية رهينة أو قرية 100 رهينة بمركز البدرشين بالجيزة. ألقاب الملك مينا كانت إيه؟ تميز الملك مينا بالعديد من الألقاب التي أطلق عليه المصريون القدماء، ومنها ملك الأرضين وصاحب التاجين وملك مصر العليا والسفلى ونسر الجنوب وثعبان الشمال. وبعد كده بعد الملك مينا انتقل الحكم إلى أسرة جديدة وهي الأسرة الثانية، والتي حافظت على وحدة البلاد بين الشمال والجنوب.
وبكده أكون أنا خلصت شرح الدرس الأول بعنوان وحدة شعب، وجبت لكم في تاريخ الإنسان منذ خلق الله آدم عليه السلام وحتى توحيد الملك مينا للبلاد. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم، ولا تنسوني في الشير واللايك والاشتراك على القناة، وانتظروني في كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.